مستحيل هيكون ابتلاءك زي ابتلاء واحد يخرج من بلده مطرود ومهدور دمه وعاملين جايزة كبيرة لأي حد يحصل عليه وأي حد يجيبه. مستحيل يكون ابتلاءك زي واحد خارج ولا عارف هو رايح فين ولا جاي منين ولا المستقبل فيه ايه، لكنه كان مصدق في وعد ربنا وعارف ان الجبر جاي. والتصديق بوعد ربنا ده هو اللي وقف جنبه. الواحد ده هو سيدنا وحبيبنا سيدنا النبي، يخرج من مكة مطرود مهدور دمه ويقف على حدودها وهو ماشي وقلبه بينزف دم على أهله وبيته وحياته اللي سايبها في سبيل الله. قل لها والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وينزل له جبر ربنا سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. هي مليانة بالتوكيدات والمعاني اللي كلها تأكيد جبر لقلب سيدنا النبي اللي خارج من بلده مطرود وسايب أهله وبيته وكل حاجة في حياته. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. انت راجع وهترجع بشكل تاني ووضع تاني ودينك منتصر عليهم كلهم. وبعد كام سنة يجي الفتح العظيم من رب العالمين، فتح مكة، ويتنفذ وعد رب العالمين سبحانه وتعالى لسيدنا النبي ويجبر بخاطره ويرجع منصور وعدد المسلمين معاه أكتر وأضعاف مكانه، بل بالعكس ده هم اللي كانوا خايفين من رد فعله هو والمسلمين اللي معاه اللي اتأذوا سنين في مكة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، العفو عند المقدرة. خلاص ربنا جبر بخاطري، مش عايزة انتقم من حد. الموقف ده كله على بعضه من أول خروج سيدنا النبي مرورا بكل الأحداث اللي حصلت، رجوعه تاني مع الصحابة مهاجرين وأنصار، يعرفنا كلنا إن ربنا بيجبر الخاطر ولو بعد حين. ومهما كان ابتلاءك جامد والموقف اللي انت بتعدي بيه صعب، الابتلاء اللي عندك متخيل إنه مش موجود عند حد، ربنا هيجبر بخاطرك ويرضيك، بس انت اصبر وصدق. وقتها هتقول من قلبك لكل حاجة أذتك وتعبت أعصابك وضغطت على نفسيتك: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ربنا جبر بخاطر قوي ومش محتاجة انتقم ولا تشفى من حد، بس المهم ان احنا نصدق بوعد ربنا سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد.